السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي عملنا رجل الفضاء ده على بلندر خطوة بخطوة لحد ما نوصل للنتيجة دي. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة هعملها ان انا همسح الكيوب اللي موجود عندي اصلا في البرنامج ده، فهختار الكيوب ده وهعمل اكس وديليت. وبعدين هروح من قائمة اد من هنا، او هدوس شيفت A وهعمل اد مش، وهاجي من هنا هعمل راوند كيوب. لو الراوند كيوب مش عندك هنا والسنجل فيرت والحاجات دي، فكل اللي انت محتاج تعمله ان انت هتروح من قائمة edit من هنا، هتروح على preferences، ومن قائمة الاد اونز هتيجي من هنا وهتختار اكسترا، فهتلاقي عندك هنا حاجة اتفتحت اسمها اد مش اكسترا اوبجكتس. هتعلم عليها وبعدين هتقفل، وبمجرد ما هتعلم عليها هتلاقيها دلوقتي ظهرت لك في قائمة الاد. فهاجي دلوقتي لو عملت شيفت A وهعمل اد مش، هختار من هنا راوند كيوب وهدوس عليها دوسة. لما اختار الراوند كيوب هلاقيه طبعا كالعادة فتح لي من هنا منيو كده على جنب، فهفتحها وهاجي من هنا من الراديوس وهتأكد ان انا اعمل دي 1 وهدوس انتر، فهلاقيها اتغيرت بالشكل ده. فهدوس بس كليك بره كده، وبعدين هاجي من هنا وهمسك دي وهعمل جي زد وهرفعها لفوق حاجة زي كده. بعد كده هدوس تاب علشان اروح للاديت مود، وهختار الفيس سيلكت وهبدأ اختار اول فيس من هنا. اتأكد ان انا على الفيس سيلكت وهختار اول فيس من هنا، وبعدين هدوس كنترول شيفت وهختار الفيس دي. فهو بالطريقة دي هيختار لي كل الفيسز دي بالشكل ده. بعد كده هبدأ ازود عليهم، فهمسك الفيس ده وهبدأ وانا دايسة شيفت اختار كل الفيسز دي بالشكل ده. هختار كل دول بالشكل ده، وبعدين هدوس اي من الكيبورد وهعمل انسات حاجة بسيطة زي كده، وهدوس كليك بزرار الماوس الشمال علشان اكونفيرم، وبعدين هدوس اي اكس علشان اعمل اكسترود على الاكس اكسس وادخلها لجوه بالشكل ده، فيبقى عندي حاجة زي كده. بعد كده هرجع على الاوبجكت مود وهاجي هختار دي وهدوس من الكيبورد كنترول 3 علشان اعمل subdivision surface modifier واعمل الليفلز فيو بورت بتاعته 3. ولازم اتاكد طبعا ان انا اجي من هنا كمان من الرندر وازود دي ل3. طبعا ممكن تخليها 2 لو انت حابب، او لو جهازك هيتقل مش شرط ان احنا نعملها 3، فممكن نعملها حاجه زي 2 مثلا، وكليك يمين وشيد سموث. وبكده بقى عندي شكل الهلمت حاجه زي كده، بس انا هزودها عندي 3 حاجة زي كده. طبعا ما تنساش تعمل كنترول اس علشان تسيف البروجكت بتاعك بدل ما حاجة تضيع منك. وكده عملنا راس رجل الفضاء، ودي اول حاجة خلصناها. هعمل جي زد وارفعها لفوق بالشكل ده. تاني حاجة بعد كده علشان نبدأ في الجسم هاجي برضو اعمل شيفت A وهعمل نفس الكلام اد مش، وبعدين هروح اعمل راوند كيوب كمان، وبعدين هعمل جي زد وارفعه لفوق بالشكل ده. وهاجي من هنا من الجنب وهدوس تاب علشان اروح للاديت مود، وهدوس رقم 1 من الكيبورد علشان اروح للفيرتكس سيلكت بالشكل ده. تمام. بعد كده هدوس رقم 3 من النمباد، وهاجي من هنا هفتح التوجل اكس راي علشان اكون شايفة من خلال الراوند كيوب بتاعي بالشكل ده، وهاجي على الفيس سيلكت وهختار كل دول كده بالشكل ده، وهدوس اكس وهعمل ديليت فيسز. وبكده انا قسمتها بالظبط بالشكل ده. دلوقتي هرجع على الاوبجكت مود وهلغي خلاص التوجل اكس راي وهعمل اد موديفاير، ومن جنريت هختار ميرور موديفاير. بعد كده هروح اختار واي وهلغي الاكس، ومن هنا هفتح الكليبينج. بعد كده هاجي من الجنب بالشكل ده وهدوس تاب عشان اروح للاديت مود، وواحد من الكيبورد علشان اختار الفيرتكس سيلكت، وهختار بس الفيرتكس دي، وهنزل من تحت من هنا وهدوس شيفت وهختار الفيرتكس دي وهدوس اكس وهعمل ديليت فيرتسز. وبكده هو هيعمل لي الفتحة دي هنا بالشكل ده والفتحة دي هنا بالشكل ده. هدوس 2 من الكيبورد علشان اختار الادج سيلكت، وبعدين هدوس الت وهختار الادج لوب دي. مجرد هتدوس الت وتدوس دوسة، بعدين هتعمل الت شيفت اس وهتسحب للجنب خالص بالشكل ده علشان تعمل امر اسمه تو سفير. تو سفير ده بيحول لك الادجز اللي انت مختارها ببساطة لسفير لشكل مدور. وبعدين
هروح Alt واختار الإدج لوب دي كمان، ونفس الكلام Alt Shift S وهسحب بالشكل ده علشان تبقى دي كمان عندي شكل دايرة. بعد كده هدوس تاب عشان اروح للأوبجكت مود، وهعمل SX علشان اعمل سكيل بسيط على الإكس أكسس واصغر الجسم ده بالشكل ده، يبقى عندي حاجة زي كده. وبعدين هعمل كنترول A وابلاي سكيل، وممكن ارجع تاني اعمل Alt Shift S الاتنين دول علشان ارجع اخليهم مدورين تاني بالشكل ده. دلوقتي وانا واقفة هنا دي مفروض ان هي هتكون الرجل بتاعة الشكل بتاعي، فهاجي من هنا هروح افتح البروبورشنال اديتنج من فوق بالشكل ده، وهبدأ اعمل R علشان اعمل روتيت بسيط بالشكل ده، وخليني اعمل G وانزلها لتحت شوية حاجة زي كده، وR وهلفها كده شوية تاني، وممكن جي وأقربها وآر تاني شوية كده، وجي وهقربهم من بعض، وجي وهنزلها لتحت. ودلوقتي ممكن أعمل EZ عشان أعمل اكسترود على الزد أكسس وأبدأ أنزل الرجل بالشكل ده. هعمل حاجة بسيطة خالص زي كده. بعد كده هروح ألغي البروبورشنال اديتنج وهعمل SZ0 وهدوس انتر علشان يسوي لي كل الادجز بتاعتي على الزد اكسس بالشكل ده. بعد كده طبعا ممكن اعمل سكيل حاجة بسيطة زي كده، واعمل اي زد وانزلها لتحت شوية علشان ابدأ اعمل الرجل. ودلوقتي ممكن اعمل اس واصغر دي شوية حاجة بسيطة، واي زد وانزلها لتحت كمان حاجة زي كده. ونفس الكلام هعمله هنا، هدوس Alt واختار الادج لوب دي، وهفتح البروبورشنال اديتنج من هنا، وهعمل R وهبدأ ألفها شوية بالشكل ده علشان تبدأ تديني شكل الجسم اللي أنا عاوزاه. وبعدين جي وهرفعها لفوق شوية كده عشان نظبط شكل الكتف، وممكن R وألفها سنة بالشكل ده، وجي وارفعها لفوق، وأقلل البروبورشنال اديتنج كده. بسكرول بالعجلة بتاعة الماوس علشان يصغر التأثير، وبعمل جي علشان ارفعها لفوق حاجة بالشكل ده. بعد كده هعمل ار والفه سنة صغيرة حاجة زي كده، ونفس الكلام هعمل اي واي وهطلعه لقدام حاجة زي كده. وبعدين ممكن اجي من هنا واعمل اس واي 0 وادوس انتر علشان نفس الكلام نساوي الجزء ده. وممكن اعمل اس واصغره وانا فاتحه البروبورشنال اديتنج طبعا، واصغره حاجه زي كده. بعد كده هروح اقفل البروبورشنال اديتنج وهعمل اي واي وهشد بالشكل ده، وممكن اعمل سكيل واصغر شويه، وابدا اعمل ار والف الدراع لتحت شويه بالشكل ده، وجي وانزله لتحت حاجة زي كده، وادوس 3 من الكيبورد وابدأ اعمل اكسترود واشد لبره شوية، وبعدين ار والفها حاجة زي كده، واس واعمل سكيل شوية صغرها شوية، وتاني اي واشد لبره شوية حاجة زي كده، وار واعمل روتيت. وبعد كده ابدأ اعمل اي وسكيل شوية، واي كمان واعمل سكيل كمان، واي مرة اخيرة واعمل سكيل. بعد كده هاجي من هنا هفتح البروبورشنال اديتنج وهعمل اس زد وهصغرها حاجة زي كده بس على الزد اكسس. وممكن طبعا نعدل الحاجات دي، فهقفل البروبورشنال اديتنج وهدوس الت واختار دي، وممكن اعمل لها سكيل واصغر الادج لوب دي شوية، وممكن ادوس الت واختار الادج لوب دي واعمل جي وانزلها لتحت. ودلوقتي ممكن اروح على الاوبجكت مود واعمل كنترول 3 من الكيبورد علشان اعمل subdivision surface modifier واشوف الشكل هيبقى عامل ازاي، وكليك يمين وشيد سموث. بعدين هرجع تاني تاب على الاديت مود وهدوس الت واختار الادج لوب دي واعمل لها سكيل سنة بسيطة لبره حاجة زي كده، والت واختار الادج لوب دي وهكبرها حاجة بسيطة. ممكن اروح ادوس الت وشيفت واختار كل الادج لوبس دي واعمل اس واكبرها شوية. هنا انا لقيت ادج لوب متكررة. بعد كده هدوس الت واختار الادج لوب دي، وانا حابة ان انا اكبر ايده شوية، حاسة ان هي كده صغرت مني بزيادة، فهروح افتح البروبورشنال اديتنج وهعمل سكيل وهوسع الدايرة بتاعت البروبورشنال اديتنج بالشكل ده، فاكبر ايده شوية. وبعدين وانا مختارة دي هدوس كنترول بلس من النمباد علشان اختار كل دول، وهعمل اس زد وهصغر خالص البروبورشنال اديتنج، هعمل اس زد واصغر الدراع حاجة بسيطة زي كده من فوق. ودلوقتي ممكن اروح على الفيرتكس سيلكت واختار الفيرتكس دي واعمل جي زد وارفعها لفوق عشان اظبط الكتف شوية،
دلوقتي ممكن امسك الجسم كده واعمل سكيل واكبره شوية بحيث يتماشى مع الهلمت، واعمل جي زد وارفعها لفوق. وبعدين هاجي من هنا هدوس تاب عشان اروح للاديت مود، وهمسك بس الفيرتكس دي وهعمل جي اكس علشان اظبط ظهره بالشكل ده، جي اكس تاني واعمل حاجة زي كده، ودي كمان ممكن جي اكس واجيبها حاجة زي كده. ومن هنا اروح اختار دي وهعمل جي اكس ادخلها لجوه حاجة بسيطة عشان تكون صدره كده. ودلوقتي ممكن افتح التوجل اكس راي واختار كل الفيرتسز دي واعمل جي زد وارفعها لفوق شوية حاجة زي كده، عشان حاسة ان جسمه بقى كبير قوي وانا حابة ان شكله يكون كرتون اكتر ما يكون شكله واقعي. فهاجي ارفع دول حاجة زي كده مثلا. وخلينا نرجع للأوبجكت مود نشوف عملنا ايه. تمام، بعد كده هروح تاب للإديت مود وهعمل جي واي علشان اكبر وسطه شوية بالشكل ده. ومن الإدج سيلكت هدوس الت واختار شيفت وهبدأ اختار كل الإدج لوب بتاعت رجله دي، وهعمل اس عشان اعمل سكيل واقلل proportional editing كده. خلينا نعمل اس نكبرها بالشكل ده. وبعدين هدوس الت واختار الادج لوب بتاعة الرجل دي وهعمل اي زد وهبدأ اكبر رجله شوية، اي زد كمان حاجة بسيطة زي كده. وهمسك الادج لوب دي ودي وهعمل جي واي اعمل حاجة زي كده. تمام، كنترول اس وهعمل سيف. بعد كده هقفل التوجل اكس راي وهروح تاب على الاديت مود وهدوس الت وهمسك الادج لوب دي بالشكل ده وهعمل اي اس عشان اعمل اكسترود وسكيل في نفس الوقت. وهبدأ اصغر بالشكل ده وتاني اي اس وهصغر بالشكل ده واي اس مرة كمان حاجة زي كده. وبعدين هدوس ام وهعمل merge at center، وطبعا نفس الكلام هيكون اتطبق الناحية التانية. بكنترول اس عشان اعمل سيف، ونفس الكلام هروح اعمله في رجله. فهدوس الت واختار الادج لوب دي واي اس وهعمل سكيل حاجة زي كده، اي اس وسكيل كمان، اي اس وسكيل مرة تالتة. وبعدين هدوس ام من الكيبورد وهعمل merge at center، كنترول اس علشان نعمل سيف. بعد كده علشان ابدأ اعمل الشوز بتاعته فهعمل شيفت A وهعمل المرة دي add mesh وهعمل كيوب عادي. هعمل سكيل واصغر الكيوب ده خالص على قد الشوز بتاعته وجي واي وهجيبها حاجة زي كده. وبعدين هاجي من هنا جي زد خلينا نرفعها لفوق شوية. ودلوقتي هروح تاب عشان اروح للاديت مود، كنترول ار عشان اعمل لوب كات وهعمل لوب كات زي كده وهنزلها لتحت شوية وهكونفيرم. وبعدين هدوس 3 من الكيبورد عشان اروح للفيس سيلكت، هختار الفيس دي وهعمل اكس وهعمل ديليت فيسز. وبعدين هختار الفيس دي وهعمل اي اكس عشان اعمل اكسترود على الاكس اكسس وهسحبها لقدام حاجة زي كده. وبعدين هعمل اس زد، خليني اكنسل واروح اقفل proportional editing. هعمل اس زد عشان اكبر الجزء ده بالشكل ده، وجي زد عشان ارفعه لفوق ويبقى متساوي مع الارض بالشكل ده، و2 عشان اروح للادج سيلكت واختار الادج دي وهعمل جي اكس وهرجعها لورا. بعد كده هروح تاب على الاوبجكت مود وكنترول 3 عشان اعمل subdivision surface modifier. وطبعا منساش ان احنا ازود الرندر كمان ل3. بعد كده هعمل كليك يمين وشيد سموث، وبعدين هروح تاب على الاديت مود وهبدأ اظبطها. انا عاوزة ان الشوز بتاعته تكون جوه البنطلون، فهدوس تاب واروح امسك الادج لوب دي وهعمل سكيل وهصغرها حاجة زي كده بحيث ان هي تكون صغيرة من فوق، وتاب وهمسك الشوز كده كلها واعمل جي زد وانزلها لتحت كلها. ممكن اعمل اس واي واصغرها شوية على الواي اكسس، وجي واي اجيبها شوية كده. وطبعا ممكن اروح تاب على الاديت مود واعمل كنترول ار واعمل لوب كات هنا كده، وابدأ ان انا اعمل سكيل من اول هنا كمان فتظبط مع رجله بالشكل ده. وبعدين اروح تاب على الاديت مود، ولو حبيت ان انا اكبر الفيسز اللي تحت دي فممكن اروح على البروبوشنال اديتنج بالشكل ده واسلكت كل دول وارجع الغي البروبوشنال اديتنج عشان اشوف انا بعمل ايه واعمل سكيل واكبرها حاجة زي كده. وطبعا ممكن امسك الفيس دي واعمل جي اكس وادخلها لجوه كده عشان تظبط كعب رجله. جي اكس خلينا نطلعها بس لورا حاجة بسيطة. ومن هنا هختار الادج دي وشيفت والادج دي
واعمل جي زد وارفعهم لفوق عشان اخلي شكل الشوز من قدام عريض شوية بالشكل ده، وشيفت وهختار دي وجي اكس، وممكن اعمل اس واعمل سكيل بسيط، وممكن امسك الادج دي والادج دي واعمل سكيل فالم وش الشوز بالشكل ده. طبعا من تحت لو عايزين ان هي ما تبقاش لفة كده ممكن امسك الادج دي واعمل جي زد وارفعها لفوق، ودي كمان واعمل جي زد، فتبقى عندي حاجة بالشكل ده. ودلوقتي علشان انقل نفس الشوز دي الناحية التانية، فكل اللي انا محتاجة اعمله ان انا هروح اقف عليها وهعمل add modifier، ومن generate هعمل mirror modifier، وهروح من هنا هختار الواي وهشيل الاكس، وهختار من الميرور اوبجكت الجسم ده، وبكده هي اتنقلت عندي على طول الناحية التانية. هاجي من جسمه من هنا وهروح تاب على الاديت مود وهدوس الت واختار الادج لوب دي، وهعمل جي اكس عشان بس اطلعها لقدام حاجه زي كده. خلينا نفتح البروبورشنال اديتنج وجي اكس واطلعها لقدام حاجه بسيطه زي كده علشان تبان الرجل طبيعيه، وندي شكل الرجل الطبيعيه او الركب ما تبقاش مفروده بزياده كده. وممكن نعمل اس حاجه بسيطه ونقلل البروبورشنال اديتنج سكيل حاجه بسيطه زي كده، وجي اكس حاجه بسيطه، فيبقى باين ان هو الجزء ده متني كده لقدام، فيبقى باين ان ده واقعي شويه. ونفس الكلام هنروح نعمله في الايد، هدوس الت واختار الادج لوب اللي عند كوعه وهعمل جي اكس وهرجعها لورا حاجه بسيطه بالشكل ده، والت واختار دي محتاجه تعمل لها ار، فهعمل روتيت بسيط زي كده. وطبعا احنا اي كاركتر بنعمله بنحطه في التي بوز، اللي هو ان هو يكون عامل كده او ان هو يكون فارد ايديه تماما، وده علشان ده بيسهل علينا بعد كده ان احنا نعمل له الريج بتاعه او ان احنا نحط له العظم بتاعه. هروح على الفيرتكس سيلكت واختار الفيرتكس دي وهعمل جي واي وهقربها لجوه حاجه زي كده. ممكن امسك دي وشيفت وامسك دي واعمل جي زد وانزلهم لتحت شويه، جي وهنزلها لتحت كمان كده، ودي كمان جي زد وهنزلها لتحت. انت بقى بتبدأ تظبط الحاجات دي حسب ما انت عاوز الشخصية بتاعتك يكون شكلها ايه بالظبط. وطبعا بتفرق انت عاملها شخصية طفل ولا شخصية راجل كبير ولا كرتون ولا بنت ولا ولد، كل ده طبعا بيفرق في التفاصيل بتاعة الجسم. بس انا هنا عايزة اعملها حاجة اكتر قريبة لشكل كرتون، وطبعا يكون شكل ولد. هي نفس الطريقة عادي اللي أنا بعدل عليها، مش بعمل حاجة غريبة، مجرد إن أنا بحاول أشوف التفاصيل اللي مضايقاني مثلا أو اللي أنا حاسة إن هي لو اتغيرت هتبقى أحلى، وببدأ أظبطها. خصوصا إنه خلي بالك إنه التفاصيل هي أهم حاجة، وهي اللي بتخلي الكاركتر بتاعك أو الموديل بتاعك أيا كان إيه الموديل اللي أنت بتعمله يفرق عن الموديل بتاع حد غيرك. الحاجة الوحيدة اللي بتفرق هي التفاصيل. فهبدأ أظبط الحاجات دي كده بنفس الطريقة اللي احنا لسه عاملينها عادي، جي اكس وجي واي، ونفتح البروبورشنال اديتنج أو نقفله على حسب الاحتياج. تمام. بعد كده آخر حاجة عاوزة أعملها في جسمه هتكون هي الإيد، فهروح أعمل اد مش كيوب، وبعدين هعمل جي واي عشان أجيبه هنا، وسكيل حاجة زي كده، جي زد هرفعها لفوق، اس زد عشان أصغرها على الزد أكسس حاجة بالشكل ده، وهاجي من كده من الجنب كده اس اكس واصغرها بالشكل ده، وبعدين هاجي من هنا كنترول ايه هعمل ابلاي سكيل، وتاب عشان اروح للاديت مود، 2 من الكيبورد عشان اختار الادج سيلكت، وكنترول ار، وهعمل لوب كات هنا وهرجعها لورا حاجة بالشكل ده. بعد كده هلغي البروبورشنال اديتنج، طبعا هروح امسك الفيس سيلكت وهمسك بس الفيس الصغيرة دي، وهعمل اي اكس عشان اعمل اكسترود على الاكس اكسس، هطلع ده حاجه زي كده عشان يبقى صباعه الكبير، وهعمل ار وابدا الفه، ار زد وابدا الفه حاجه زي كده، وجي وهجيبه هنا، وار كمان والفه، ار زد والفه حاجه زي كده كمان. وبعدين هروح تاب على الاوبجكت مود، كنترول 3 من الكيبورد عشان اعمل subdivision surface modifier 3، وهزود الرندر كمان، كليك يمين وشيد سموث، وهبدأ اظبطها بالشكل اللي انا عاوزاه. هدوس تاب على الاديت مود، ومن الادج سيلكت همسك الادج دي وهعمل جي واجيبها حاجة زي كده، وبعدين 3 وهمسك الفيس دي كده وهعمل جي وابدأ اضم الصباع ده كده على ايده بالشكل ده، هعمل جي. ممكن اجي من هنا ادوس 2 من الكيبورد واعمل كنترول ار واعمل لوب كات كمان هنا علشان تساعد معايا، وار والفها بالشكل ده، وبعدين
همسك التو edges دول واعمل لهم SZ واصغرهم على بعض كده. كمان الفيس دي والفيس دي SZ واصغرها كده S واصغرها كلها، وبعدين SY وهصغرها بالشكل ده. وجي خلينا نطوله شوية. تمام، ممكن اجيب الادج اللي جوه دي وجي واطلعها لقدام شوية كده. يعني نفس الكلام، تبدأ تظبط برضو بالطريقة اللي تعجبك. بعد كده ممكن نعمل S ونكبرها شوية، وبعدين نبدأ نجيبها كده ونحطها في مكانها. فممكن نعمل R X والفها حاجة زي كده وجي وابدأ اظبطها مكانها. ونفس الكلام اللي عملناه من شوية، هنيجي من هنا هعمل add modifier وهعمل generate وهعمل mirror modifier وهختار y بدل x وهقفل الاكس وهمسك الميرور object وهختار جسمه بالشكل ده. وبكده الايد بقت عندي الناحية التانية. ونفس الكلام لو انا جيت اعدل عليها، فجيت هنا مثلا وعملت RX ولفتها شوية زي كده وبعدين جي، هلاقي ان الايد التانية كمان بتتحرك معايا بالتبعية مع دي. كنترول اس طبعا علشان تعمل سيف. بعد كده هنبدأ نعمل التفاصيل اللي هتخلي شكله حلو. خلينا نعمل جي زد ونرفعه فوق الارض بالشكل ده. هاجي من هنا من السهم الصغير ده هختاره كده، وهاجي من هنا من مات كاب هقوم دايسة على الكورة دي وهختار ماتيريال تانية علشان أبدأ أشوف التفاصيل بتاعته بشكل أوضح. أنا عن نفسي بحب دي فأنا هختارها. وبعدين هاجي من هنا هفتح كافيتي، وبعدين علشان تبان التفاصيل بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكمان هفتح شادو. طبعا انت ممكن ما تعملش الكلام ده لو الجهاز هيتقل منك، او لو انت حسيت ان هو هيتقل منك بلاش تعمل الكلام ده، ملوش لازمة قوي. ده مجرد حاجة كده علشان تخلي العرض شكله احلى. دلوقتي هاجي من الجنب هنا من كرسر دي هدوس عليها وهدوس دوسة هنا علشان انقل الكرسر 3D كرسر هنا. وبعدين هرجع تاني على السهم بتاعي السلكت بوكس العادي وهعمل شيفت A وهعمل اد مش تورس. تمام كده التورس طلع عندي هنا بالشكل ده. وبعدين هبدأ ان انا اظبطه، فهاجي على الميجر راديوس هاجي اصغره بالشكل ده، وبعدين الماينر كمان هصغره حاجة زي كده لغاية ما الاقي ان انا وصلت ليه درجة مناسبة او مرضية بالنسبة لي. خلينا اصغرها كمان حاجة زي كده. تمام كده كويس. دلوقتي ممكن اعمل جي واي واجيبها كده، وبعدين جي اكس واخليها في نص رقبته بالشكل ده. ممكن اعمل سكيل شوية وجي واي. هاجي هنا هعمل كليك يمين وشيد سموث، وممكن اعمل كنترول 2 علشان ننعم الجزء ده. ودلوقتي ممكن اختار الجزء ده واروح تاب عشان اروح للاديت مود، ومن البروبورشنال اديتنج افتح التوجل اكس راي. خلينا نمسك فيرتكس من اللي على كتفه دول اللي عند كتفه، او خلينا نمسك دي مثلا، وهفتح البروبورشنال اديتنج وخليني الغي التوجل اكس راي عشان اشوف كويس، وهعمل جي زد وارفعها لفوق بحيث ان هي تبان ان هي جايه على كتفه بالشكل ده. ونفس الكلام هنا خلينا نرفعها شويه ودي كمان، ونفس الكلام نظبطه من الناحيه التانية. او طبعا كان ممكن ان احنا نعمل ميرور موديفاير علشان ما نكررش نفس اللي احنا عملناه هنا، بس احيانا الاختلاف البسيط في الشكل بيكون كويس مش بيكون حاجة وحشة. بعد كده هيجي على جسمه وهروح تاب عشان اروح للاديت مود، ومن الفيس سيلكت هدوس الت واختار الفيس لوب دي وهعمل شيفت دي عشان اعمل دوبليكيت، وبعدين هدوس كليك يمين علشان تفضل مكانها، وبعدين من غير ما اعمل دي سيلكت او من غير ما اشيل السلكشن بتاعي هدوس بي وهعمل separate by selection. وبكده لما ادوس تاب عشان اروح للاديت مود انا كده بقى عندي ده اوبجكت لوحده. بعد كده هعمل اس عشان اعمل سكيل حاجة بسيطة بالشكل ده. طبعا احنا لقينا ان الاوريجن بوينت بتاعته هنا علشان هو مرتبط دلوقتي بالجسم، فهعمل كنترول زد وهروح اعمل object set origin to geometry، وهاجي طبعا من الموديفايرز الجزء التاني ده جه هنا علشان الميرور موديفاير ما بقتش متطبقه، فهاجي اختار من هنا جسمه بالشكل ده. ودلوقتي بقت الاوريجن بوينت في النص كده، هعمل اس واعمل سكيل حاجه بسيطه بالشكل ده، وبعدين هروح اعمل add modifier وgenerate وهعمل solidify modifier.
السوليديفاي موديفاير لو انت عملت الثيكنس زي ما هي كده هتلاقي ان هو بيكبر لجوه، لكن لو انت خليت الثيكنس بالنيجاتيف هتلاقي ان هو بيكبر الناحية التانية لبره بالشكل ده. فممكن نرجع نعمل سكيل ونصغره تاني حاجة بسيطة، وممكن ارفع السوليديفاي موديفاير فوق خالص بالشكل ده ونزود الثيكنس شوية بسيطة، وممكن اعمل اس واعمل لها سكيل تاني. تمام، ونفس الكلام هعمله في البنطلون. هاجي ادوس تاب وهدوس الت واختار الادج لوب دي وشيفت دي وكليك يمين عشان اخد دوبليكت واسيبها مكانها، وبي واعمل separate by selection، وتاب عشان اروح للاوبجكت مود وكليك بره، وبعدين هعمل كليك تاني على الجزء ده وهعمل object وset origin to geometry. وكده كده علشان هو واخد نفس الموديفايرز بتاعة الجسم فهلاقيه اوريدي موجود عليه الميرور موديفاير، فبس هختار الاي دروبر وهمسك الجسم بالشكل ده وهروح اعمل add modifier generate وهعمل solidify modifier وهرفع ال solidify modifier فوق وهخلي ال thickness بالنيجاتيف وهعمل اس زد عشان اصغرها شوية على الزد اكسس، وهعمل لها كلها سكيل واصغرها قد الرجل بالشكل ده. كنترول اس، وممكن اكرر نفس العملية في الجزء اللي تحت ده، فشفت دي وكليك يمين وبعدين بي واعمل separate by selection وتاب عشان اروح للاوبجكت مود وكليك بره واختار الجزء ده هو object وset origin to geometry، ومن هنا هختار الجسم ده بالشكل ده، وبعدين هعمل add modifier وgenerate وهعمل solidify modifier وهرفع ال solidify modifier فوق كل الموديفايرز التانيين، وبعدين الثيكنس هخليها بالنيجاتيف وهزودها حاجة زي كده، وبعدين هعمل سكيل وهصغرها حوالين رجله، وهنا ممكن اعمل اس زد واكبرها شوية وكنترول اس علشان اعمل سيف. بعد كده هروح على الهلمت وهعمل add modifier generate وهعمل solidify modifier، ونفس الكلام هرفع ال solidify modifier فوق ال subdivision surface modifier وهاجي من عند ال thickness وهعمل negative 0.05 وهدوس enter فهيعمل لي حاجة زي كده. والحاجة اللي بعد كده ان انا هكون عاوزة اعمل له شنطة كده ورا ظهره، فهعمل add mesh cube وهعمل GX وارجعها لورا واس اكس وهصغرها حاجة زي كده، وبعدين هاجي كده هعمل اس واي وهعمل حاجة بالشكل ده وكنترول 2 عشان اعمل subdivision surface modifier، او ممكن اخليها 3 مثلا، وهعمل كنترول A وابلاي سكيل، وبعدين هرجع على الاديت مود ومن الادج سيلكت كنترول B عشان اعمل بيفل وهسحب حاجة زي كده، ودلوقتي هرجع على الاوبجكت مود وممكن اعمل سكيل اكتر حاجة بالشكل ده، كليك يمين وشيد سموث، وبعدين ممكن اخليها اكبر من كده فهعمل اس اكس واكبرها شوية وهبدأ اظبطها مكانها جي اكس وجي زد، وممكن اعمل ار واي واميلها شوية حاجة زي كده وجي اكس واقربها منه بالشكل ده. تمام كده كويس، وممكن اضيف لها اي تفاصيل يكون شكلها لطيف، فممكن اعمل add mesh cylinder واعمل اس زد واصغره خالص واس واصغره بالشكل ده جي اكس وجي زد سكيل جي اكس وجي زد، وممكن اجي من هنا واعمل اختار دي واختار فيس، وهاجي من هنا هعمل align rotation to target، وبعدين هاجي اعمل جي ومن هنا هختار face project ومنساش ان انا افتحها طبعا. ودلوقتي مجرد ما اعمل جي هي هتعمل سناب لوحدها للشنطة. خليني اعمل سكيل اكتر وجي واجيبها على جنب حاجة زي كده. تمام، دلوقتي ممكن نقفل الفيس بروجكت واجي من هنا كنترول A وابلاي سكيل وتاب عشان اروح للاديت مود، ومن الفيس سيلكت اختار الفيس دي وهعمل كنترول B وهعمل بيفل حاجة زي كده وسكرول اب بالماوس بوتن عشان ازود السيجمنتس دي، وارجع على الاوبجكت مود وكليك يمين وشيد سموث، وطبعا ممكن اروح تاب واختار الفيس دي واعمل انسات حاجة زي كده واي زد وارفعها لفوق كده وكنترول بي كمان واعمل بيفل واقلل السيجمنتس حاجة بالشكل ده، وهروح اعمل شيفت دي واي
اجيبها الناحية التانية بالشكل ده. وممكن نفتح الفيس بروجكت برضو واعمل جي واحركها كده. تمام، دلوقتي ممكن اقفل الفيس بروجكت، سيف، وممكن امسك دي شيفت دي اكس وهجيبها ورا كده، واس وهصغرها حاجة بالشكل ده، اس واي واس زد، وهعمل كنترول اي وابلاي سكيل وادوس جي واجيبها كده، واس اكس واصغرها خالص حاجة بالشكل ده، والجي اكس وهدخلها لجوه شوية بالشكل ده، سيف. وممكن دي اعمل شيفت دي اكس واخد منها نسخة واجيبها كده، وبعدين اجي هنا وهعمل object set origin to geometry، وهجيب دي جي وهنزلها هنا، وهفتح الفيس بروجكت وجي وهجيبها كده فهي هتسناب لوحدها، وشيفت دي واي هجيبها جنبها بالشكل ده، وممكن اختار الاتنين دول وجي زد وانزلهم لتحت شوية، واقفل الفيس بروجكت كنترول اس، وممكن اجي على الشنطة ومن الايدج سيلكت اعمل كنترول ار واعمل لوب كات هنا بالشكل ده، وكنترول ار واعمل لوب كات كمان هنا، ونفس الكلام كنترول ار واعمل لوب كات تحت هنا، وكنترول ار واعمل لوب كات كمان هنا، ومن الفيس سيلكت وخليني اروح للاوبجكت مود واختار كل دول واعمل جي زد وانزلها لتحت حاجة بسيطة زي كده، وبعدين هرجع هنا والت واختار الفيس لوب دي، وشيفت الت واختار الادج لوب دي او الفيس لوب دي، وشيفت دي وكليك يمين، وبعدين هعمل بي من الكيبورد وهعمل separate by selection، والتاب عشان اروح للأوبجكت مود وادوس بره وادوس تاني واعمل select، ادوس كذا كليك لغاية لما اوصل للجزء ده، واعمل add modifier generate، وهعمل solidify modifier، ونفس الكلام هرفعه فوق ال subdivision surface modifier، وهخلي ال thickness بالنيجاتيف وازودها حاجة زي كده، واس عشان اعمل لها سكيل، واصغرها حوالين الشنطة بالشكل ده، وممكن اختار دول تاني واعمل جي زد وانزلها تحت حاجة زي كده، كنترول اس عشان اعمل سيف. وده كان الكاركتر البسيط بتاعنا بتاع رجل الفضاء، ودي كانت مرحلة الموديلنج بتاعه. وكفاية كده على الفيديو ده علشان احنا طولنا فيه جدا، بس انا حبيت ان انا اوريكم ازاي كل حاجة بتتعمل خطوة خطوة. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي هو هيكون الجزء التاني من الفيديو ده هنعمل الماتيريالز بتاعت كل حاجة في الكاركتر بتاعتنا ان شاء الله. فلحد كده يا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. لو عجبك الفيديو بفكرك طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات ياريت تسيبوها لنا في الكومنتس، وأشوفكوا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. باي باي.